أنا أسماء المهداوي، الأخت ديال الصحفي حميد المهداوي. جيت من سيدي قاسم لمؤازرة أو لحضور محاكمة. هذه المحاكمة اللي هي محاكمة تعسفية بكل المقاييس، وهذا الاعتقال اللي هو اعتقال تعسفي بكل المقاييس صراحة، لأن ما يندى له الجبين هو أننا في 2017، كيف يعقل أننا في 2017 دولة الحق والقانون ويتم اعتقال صحفي؟ شنو هي المعايير؟ الحساب المتداول على أنه التحريض والصراخ وما إلى ذلك. المهم أنا كنفتخر صراحة بحميد المهداوي وكلهم. هي بصراحه ما جاتناش غريبه، لاننا كنا كنتوقعوا، فهمتيني، لان دازت علينا محاكمات كثيره وعديده، فهمتيني، اللي انا كندافع ديال الطريقه كيفاش يعني هذا الاعتقال التعسفي انا هو اللي كيبقى فيا الحال. اما زعما لان حميد الحمد لله، المهداوي حميد الحمد لله ما انتهب مال عام، ما اختلس مال عام، ما سرق، ما دار شي عمليه ارهابيه. هو يناضل من اجل اعلاء كلمه الحق، هو يناضل من اجل المستضعفين، هو يناضل من اجل الشعب، من اجل اننا نكونوا دوله قويه، دوله حقوقيه، يعني دوله بالفعل، يعني دوله 2017، يعني ديمقراطيه بكل المقاييس. ولكن انا بصراحه اليوم كنت كنتوقع على انني الرجاء يعني غادي يتم التبرئه ديال حميد، رجعوا انا وياه اليوم، ولكن تفاجئنا صراحه. وتنقول على ان المحاكمه ديال اليوم هي تصفيه حسابات لا اقل ولا اكثر، لان بانني كما يقول احد الضباط انه وجده يحثهم. ما معنى يحثهم؟ بعد وجده يحثهم على التحريض او ما الى ذلك. المهم اسمع، باش انت كيفاش ممكن تلخص المشاهدين ديال حميد رائع بكل المقاييس. حميد ماشي حيت خويا، ولكن غنقول على انه راجل بكل المقاييس، تيوقف معاك، ما عمره كيتراجع، فهمتني، كيدافع على الحق، انسان حنون، انسان دائما كيعطي قيمه للاخر، ودائما كيحاول قدر المستطاع انه يسامح حقه من اجل الاخر. كنفتخر به علاش؟ لان اليوم دخلت وشفتو، يعني كنت كنحاول انني ما نبكيش، انني نمسح الدموع. المهم هو شافني عنقني، هو يقول لي لا غيبكي، ويجي نقول لي قال لي بيني وبينك ما جيتكش انني غلاضيت اليوم وزيانيت. يعني لا زال يحافظ على حس الدعابه وروح الدعابه، لانه كيتميز بها، ومن مميزات شخصيه حميد، وانا كنفتخر به صراحه، وغنبقى معاه لاخر رمق. الوالده ديالو الحمد لله كيرضيو عليه بخير، لان حميد انا كما قلت لك ما اختلس، ما سرق حتى شي واحد، كيناضل من اجل اعلاء كلمه الحق. شكرا.